في ايدك ده كان زمان كلبش مش لعبة. قبل ما يكون زينة رمضان، الفانوس كان وسيلة مراقبة إجبارية وتصريح خروج أمني فرضه واحد من أغرب حكام التاريخ. تعال أقول لك إزاي شمعة صغيرة كانت بمثابة حظر تجوال. تخيلوا معايا في ليلة غريبة جدا سنة 358 هجريا، المعز الدين الله الفاطمي دخل القاهرة لأول مرة. الوقت كان ليل والمدينة كانت ضلمة كحل، الناس كانت مرعوبة بس في نفس الوقت كانوا عايزين يستقبلوه. القائد جوهر الصقلي أمر كل بيت إنه يبعت حد بمصباح علشان ينوروا الطريق لموكب الخليفة. هنا بقى التفصيلة اللي محدش يعرفها، ليه الفانوس كمل معانا 1000 سنة. الفكرة إن الفاطميين عندهم هوس بالرمزية. الفانوس بالنسبة لهم ما كانش مجرد وسيلة إضاءة، ده كان رسالة سياسية بتقول نحن النور الذي أضاء ظلام مصر. وعلشان كده الخليفة أمر إن الفوانيس تفضل متعلقة على أبواب البيوت طول شهر رمضان، وعقوبة اللي يطفي فانوسه كانت غرامة كبيرة جدا. بس استنوا، هو احنا ليه صدقنا إن الموضوع كان مجرد ترحيب؟ الحقيقة إن الفانوس في العصر الفاطمي كان ليه وظيفة تانية خالص، وظيفة أمنية. في عهد الحاكم بأمر الله طلع قانون غريب جدا، ممنوع أي ست تخرج من بيتها بالليل تماما إلا في رمضان، وعلشان تخرج كان لازم يمشي قدامها غلام أو طفل صغير شايل فانوس كبير ينور الطريق. ليه بقى؟ علشان الفانوس ده كان بيدي إنذار الرجالة اللي في الشارع إن في ست معدية فيوسعوا الطريق، وفي نفس الوقت كان كاشف لحركة الستات علشان العسكر يقدروا يراقبوا مين داخل ومين خارج في وقت الحظر. يعني الفانوس اللي بنشوفه رمز للبهجة كان زمان رادار مراقبة، اللي هو زي مدير الأمن وقتها، علشان يعرفوا مين اللي خلفة الحظ ومين اللي ماشية في طريق غير طريق بيتها. الفانوس كان حرفيا GPS بدائي لمراقبة حركة الستات في شوارع القاهرة. بس السر الحقيقي مش في القاهرة، السر في دمشق. المهندسين اللي صمموا الفانوس المصري استلهموا الفكرة من قناديل الكنائس القديمة ودمجوها مع الفن الإسلامي. يعني الفانوس اللي في إيدك ده هو حرفيا ميكس عبقري بين حضارات مختلفة اتجمعوا علشان ينوروا ليلة واحدة في القاهرة. الفانوس مش مجرد لعبة، ده أرشيف متنقل ل10 قرون من التاريخ. المرة الجاية وانت شايل فانوسك ابقى افتكر انك شايل قطعة من هبة المعز الدين الله الفاطمي وذكاء جوهر الصقلي.